مسيرة حاشدة تلك التي شهدتها عدد من شوارع مدينة الدار البيضاء أمس الأحد، شارك فيها عدد من الأساتذة المتدربين والموزعين على 12 مركزا جهويا للتربية والتكوين بالمغرب. المسيرة الرابعة عرفت حضورا كبيرا لعدد من الجهات المساندة لقضية الأستاذ المتدرب، ورفعت خلالها العديد من الشعارات والصور المتعاطفة مع أستاذ الغد والمدرسة العمومية. جينا اليوم باش نسدوا المسيره الوطنيه اللي مسطره في البرنامج الوطني التنسيقيه الوطني للاساتذه المتدربين بالمراكز الجويه بالمغرب. هذه الخطوه النضاليه تاتي بعد 5 أشهر من نضال من القمع، وان الجهات المسؤوله ما تعاملات معنا بشكل جدي الملف ديال الاساتذه المتدربين اللي هو كان نطالب باسقاط المرسومين. هاد المرسومين، المرسوم الاول 15/588 اللي كيفصل التكوين على التوظيف، والمرسوم 15/589 اللي كينقص المنحه الى اكثر من نصف. الخطوات المستقبليه هي في عند التنسيقيه الوطنيه ستسطر خطوات نضاليه قادمه ان شاء الله ستكون اكثر حده من هذه الخطوه. اللي سامعين دابا على انه كاين بعض الحوارات، ولكن مؤخرا السيد بن كيران رفض نهائيا انه يستقبل الاساتذه المتدربين في اي حوار، وهذا الرفض لا نعرف معناه ولا نعرف مقصوده منه. والحوار هو أحسن وسيلة لحل هذا المشكل الذي يضرب في المدرسة العمومية ويضرب في تكوين الأساتذة المتدربين في المغرب. مسيرة الأساتذة المتدربين شهدت كذلك مشاركة العديد من الأطياف السياسية والنقابية والحقوقية، والتي جاءت لدعم قضية هؤلاء الأساتذة وحث الحكومة على تنفيذ ملفهم المطلبي. ان حضورنا في هذه المسيره هو داعم للمطالب المشروعه والعادله للاساتذه المتدربين، والقضيه الان اصبحت قضيه وطن باكمله، قضيه كل بيت في المغرب، لان الدستور واضح الفصل السادس القانون لا يمكن ان يسري باثر رجعي. المرسوم صدر في فتره لاحقه على نجاح الاساتذه المتدربين ودخول مراكز التكوين والى صفه متدرب، وبالتالي فالمرسوم غير دستوري ولا يخص هذه الفئه من الاساتذه المتدربين، وبالتالي فهم يناضلون الان عن ابنائنا، عن المدرسه العموميه، عن انقاذها من هذا المدرسي، عن انقاذها من الاكتضاد. بالتالي يجب الاستجابه للمطالب ديالهم. شراكه القوات الشعبيه تنعتبروا على ان معركه الاساتذه المتدربين هي معركه عادله ومعركه ما يمكنش على اننا تمر مرور الكرام في بلادنا. اليوم الاساتذه المتدربين تقدموا لنا دروس كبيره في النضال وفي المقاومه وفي القدره على الدفاع على مطالب مشروعه. اليوم علاش يدافعوا على الاساتذه المتدربين؟ ما تدافعوش فقط على حقهم في التشغيل وحقهم في الوظيفه، تدافعوا على المدرسه العموميه وعلى مجانيه التعليم وعلى جوده التعليم. وهذه الثلاث الاشياء، هذه الثلاثيه ما يمكن الا تضمن لنا مستقبل قوي جدا وناضج جدا لاولادنا وبنياتنا مستقبلا تيقراو في المدرسه العموميه. وايضا اليوم اختيار الاساتذه المتدربين للدفاع عن المدرسه العموميه وجوده التعليم، واختيار على دفاعهم على حقهم في التشغيل في التشغيل يمكن تيدق ناقوس الخطر تجاه تصريحات كبيره تعبر على السيد رئيس الحكومه المتمثله اساسا في تخلي الحكومه في انه تيروج الراي ديال ان الحكومه خصها تخلى على التعليم الاولي، وفي مساله ديال التقاعد اللي اليوم تيقولها، وفي هذا الشيء ديال المرسومين المتقاعدين. الاساتذه المتدربين تضطروا من جديد الى النزول الى الشارع لتعبير عن احتجاجهم على الموقف الحكومي المتعنت وعن رفضهم لهذا التجاهل اللي كتواجه الحكومه بها من فهم. حنا كنعتبروا كنقابه تعليميه وعلى راسها النقابه الوطنيه للتعليم اننا على استعداد للجلوس الى امام الحكومه لتقديم كل المقترحات لحل هذا المشكل واللي كنعتبروا انه قابل للحل. Donc aujourd'hui, on est là en total soutien avec les enseignants stagiaires,
Vous savez que ces deux décrets, comme ils les appellent, des décrets maudits, donc il faut absolument qu'on trouve une solution. Le gouvernement fait toujours sourde oreille, mais alhamdoulilah, les gens ne lâchent pas, les jeunes ne lâchent pas. Il en va de l'éducation des enfants, il en va de l'enseignement au Maroc, donc il est hors de question qu'ils lâchent. Et je suis contente de voir cette mobilisation. J'aimerais que le gouvernement et ceux qui sont même au-dessus voient cette mobilisation. On ne s'amuse pas, c'est un sujet sérieux. Les enfants ont le droit à une bonne éducation, une éducation complète. Donc voilà, nous sommes mobilisés, puis تحية نضالية vraiment. حضور الجمعية اليوم في هذه المسيرة، مسيرة الكرامة، هو تأكيد منا على مشروعية وعدالة مطالب الأساتذة المتدربين، وإيمانا منا بأنهم خط الدفاع الأول عن مجانية التعليم وعن المدرسة العمومية. حضورنا اليوم هو تأكيد للحضور اللي في جميع المحطات النضالية السابقة، فقد حضرت الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب في جميع المسيرات السابقة، وحضورنا اليوم هو تأكيد على عدالة هذه القضية، وعلى كما ندين كما أن حضورنا هو إدانة شديدة للعنف والتعنيف الذي تعرض له الأساتذة المتدربين في جميع المواقع وفي جميع المراكز. كنحضروا في هذه المسيرة كما حضرنا في كل المسيرات اللي نظموها الطلبة الأساتذة المتدربين اللي صدر في حقهم مرسومين مشؤومين. واحد كيحولهم من أساتذة متدربين إلى مجرد مكونين وما كيضمنش لهم حقهم في الوظيفة رغم الامتحانات اللي يدوزوها أصلا قبل ما يدخلوا الامتحانات اللي غيدوزوها مع التخرج. مرسوم آخر كيرجع عاود اللي كيخلي لهم الأجرة كيعوضها لهم بملحق بأقل بكثير، وهذا في الحقيقة ماشي غريب على هذه الحكومة ديال الحكومة رجعية. عائلة الأساتذة المتدربين كانوا في الموعد كذلك من خلال رفع الشعارات ونظم الكلمات الرافضة للمرسومين الوزاريين، واللذان كان السبب في تعليق الأساتذة لتكوينهم وخروجهم للاحتجاج بشوارع المملكة. في إطار دعم أبنائنا وبناتنا الأساتذة المتدربين حضرنا اليوم لدعمهم والتنديد بما يتعرضون إليه من انتهاكات جسيمة من عنف وضرب وتنكيل، ونطالب بالحكومة بأن تجد حلا لهذا المشكل الذي طال أمله وطال زمنه. لهذا نريد ونطالب الحكومة المغربية بأن تجد حلا في أقرب وقت ممكن. يقولون لا للعنف، لا للعنف، ونخبة الشعب تعنف. الدليل القاطع لها هو مجزرة القنيطرة. نندد بالقمع ضد الأساتذة المكونين المؤطرين المثقفين اللي قادرين يحملوا مسؤولية تعليم ولاد هذا الشعب. هما مكونين هذا المركز ما إلا قنطرة للولوج إلى الوظيفة، فهم كيقولوا أن خاصهم تكوين، هما مكونين أشد تكوين وأقوى تكوين، وهذه مسيرة سلمية كنسادوا بها أولادنا ولاد الشعب المغربي اللي في حاجة لهذه الأساتذة. أنا فقط كمواطن أتضامن مع الأساتذة، أولا لأن الأساتذة هم من ساهموا في التنمية ديال البلاد، ساهموا في التوعية، هما اللي كانوا قراونا توصلوا لهذه الدرجة، وكنتسناو منهم يعطيونا بزاف لوليداتنا اللي جايين. يعني التعليم بحكم بأنه واحد قطاع حيوي هو كيساهم في التنمية ديال البلاد، لهذا كتلقاني أنا أولا كنتواجد هنا، ولا أتواجد فقط من أجل عدم دستورية المرسومين، حيث كما كتعلموا بأن المرسومين كانوا صدروا من بعد الالتحاق ديال الأساتذة المدارس. إذا هنا ما كايناش دستورية ديال المرسومين، وإنما بالإضافة إلى ذلك فإنني أقف هنا وقفة لأعبر عن عدم قدرة الحكومة على التسيير. ويبقى ملف الأساتذة المتدربين مفتوحا على كل التأويلات في ظل تشبث الحكومة بالمرسومين ورفضهما من طرف الأساتذة المتدربين، مما ينذر باتساع رقعة الاحتجاجات وجعل المدرسة العمومية في آخر المطاف ضحية لهذه الصراعات والاختلافات.